اهلا بيكم فيديو جديد، اتمنى تكونوا بخير. في الفيديو ده انا حابب اتكلم على الكورس الجديد اللي احنا نزلناه، بلندر لانيميشن. احنا قبل كده كنا نزلنا بلندر 18 ساعة اللي هو اساسيات، والكورس ده نوعا ما تكملة عليه بشكل او اخر بس في اتجاه الانيميشن. انا حابب اتكلم في الفيديو ده على ايه هو الكورس ده لمين ومحتوى الكورس. الكورس هو كورس مسجل لاي حد مهتم ان هو يتعلم انيميشن على بلندر. الكورس مش للمبتدئين. احنا عشان كده كنا عاملين الكورس 18 ساعة عشان يأهل اي حد حابب ان هو يتعلم حاجة معينة ان يبقى عنده اساس قوي، سواء الكورس 18 ساعة، سواء من خلال اي يوتيوب فيديوز، سواء من كورس تاني. مهم جدا قبل ما تبدأ الكورس ده يبقى عندك اساس قوي على بلندر. الكورس مش بنبدأ نتعلم بلندر من الاول، مهم جدا تبقوا عارفين احنا بنتعلم ازاي نانيميت على بلندر. لو حد حابب ان هو يبقى يعني عنده اساس قوي ومش عارف فين، ممكن من خلال اليوتيوب عندنا، ممكن من خلال كورس 18 ساعة لو حابين، واحنا بنوفر ديسكاونت على لو الاثنين مع بعض. طيب، الكورس عبارة عن ايه؟ يعني الكورس يعني ايه المحتوى بتاع الكورس؟ الكورس متقسم كذا جزء. اول جزء خالص، ودي حاجة انا دايما بحب اعملها في الكورسات، هو introduction. الانترودكشن دي بتبقى حوالي 3 ساعات ل 4 ساعات. الانترودكشن دي احنا بنتعرف فيها على التولز المختلفة اللي هنستخدمها في الكورس، وبنتعرف على انيميشن في العموم. مش بنطبق على طول لحاجة كبيرة، بنطبق حاجات صغيرة في كل تول بنتعلمها. وبنطبق في 4 مشاريع صغيرة برضو، ميني بروجكتس كده، جوه الانترودكشن نفسها. مهم جدا ابقى انا عارف ان انا محتاج اطبق. ما ينفعش اتفرج وخلاص. جزء كبير جدا من اللي احنا بنعمله بيعتمد على التطبيق، ان انا ابقى عارف حاجه وان انا اطبق حاجه تانية. ده بالنسبه لاول جزء. تاني جزء اللي هو البروجكت الاول، بنبتدي نتعرف على موشن جرافيكس جوه 3 دي. ازاي اعمل موشن حاجه ابستراكت جوه 3 دي. البروجكت ده انا دايما يعني كنت بفكر ان انا ابدا بيه عشان في اساسيات الانيميشن واساسيات الموديلنج في بعض. فكره ان تخيل ان انا عندي حد يفهم حاجات بسيطه في انيميشن وحاجات بسيطه في موديلنج، هل ما يقدرش يطبق حاجه؟ هل محتاج ان هو يستنى شهور عقبال ما يتعلم حاجه عشان يطبق؟ لا، انا بحب دايما يتعلم حاجه يطبقها على طول. ودي فكره البروجكت ده، ان انا استخدم ان انا اموديل اشكال بسيطه، وان انا اعمل لها انيميشن، حتى مع ان التول اللي بنستخدمها او عدد التولز اللي بنستخدمها في البروجكت دي بسيطه، بس بنطلع بيها حاجه لطيفه جدا. تاني مشروع اللي هو الجزء الثالث، تاني مشروع بنبتدي نعلي الليفل شويه في ان احنا نعمل الشكل ده. الشكل ده يعني نموذج من الحاجات الكومبلكس شويه، اللي برضو بتستخدم تول مش صعب قوي ومش بسيط قوي، حاجه بين البنين. هتلاقي ان موجود في اجنحه، في منطاد، في مدفع، في حاجات بتتحرك، حاجات كتيره بتتحرك في نفس الوقت. فبنتعامل معاهم جوه السيستم الكبير ده، بنتعامل معاهم من خلال التولز المختلفه اللي احنا اتعلمناها في الانترودكشن، وطبعا بنتعلم حاجات زياده في كل بروجكت بنعدي بيه. تالت بروجكت او اللي هو رابع سيكشن، يعني تالت مشروع، احنا بنبتدي نشتغل على موشن تراكنج. ازاي اعمل تراكنج لمشهد، مش بس ان انا اعمله تراكنج، ازاي ابني موديل شكله لطيف جوه المشهد، وان انا انيميتد موديل، مش بس انيميشن عادي، لا، ان انا استخدم سموك وفاير، ان انا اخلي المشهد شكله انترستنج. مشهد حاجه ساي فاي شويه في الاهرامات، فمنها هنتعلم ازاي نستخدم سي جي اي وموشن تراكنج. البروجكت الرابع بنبتدي نتعلم ازاي مش بس ان انا اموديل روبوت حاجه كومبلكس شويه وان انا اعمل لها ريجنج، لا، ازاي ابتدي انيميت حاجه زي كده بشكل لطيف. الروبوت ممكن يبان صعب لناس كتيره، مش صعب كموديلنج، صعب كانيميشن، او الانيميشن اللي انتوا شايفينه دلوقتي ممكن يبان صعب، بس هو تول الريجنج احنا بنتعلمها، بنتعلم ازاي نعمل ريجنج، وبنكرر العمليه دي في كذا يعني جزء من الروبوت عشان يطلع لنا الشكل اللطيف ده. وبعد كده بنبتدي نتعلم ازاي نعمل سينماتيك انيميشن من خلال المشروع الخامس. ازاي اعمل سينماتيك انيميشن لكذا مشهد جوه بروجكت واحد، من خلال لايت تيبس وتريكس، من خلال كاميرا موفمنت، من خلال ان انا ترانزيشن من مشهد لمشهد بطريقه لذيذه. وفي بونس بروجكت، ده كان مشروع او كورس موجود عندنا من فتره، بلندر انتيريور انيميشن، احنا ضمناه جوه البروجكت ده. البروجكت الفكره منه ازاي اعمل مشهد ديتيلد انتيريور واعمل له انيميشن بشكل لطيف. البروجكت او الكورس مش كده بس، احنا في شهر 2 لشهر 3 هننزل 2 بروجكتس كمان. البروجكتس دول هتبقوا حاجات ليها علاقه بجيومتري نودز، وحاجات ليها علاقه بكاركتر ديزاين، ازاي اعمل كاركتر انيميشن وازاي استخدم جيومتري نودز بشكل انيميشن. الحاجتين دول هينزلوا ان شاء الله في شهر 2 و3. احنا لحد دلوقتي عندنا 6 مشاريع غير الانترودكشن فيديو نقدر ندرسهم لحد ساعتها.
لاي حد مهتم ان هو يختار الكورس ده على انه مكان عايز يتعلم منه انيميشن، انا بنصح بشده ان انت يبقى عندك اساس قوي. دي حاجه انا قلتها قبل كده بس انا حابب اقولها تاني. في الديسكربشن بتاع الفيديو برضو هتلاقوا فيه PDF بيشرح باستفاضه اكبر كل اللي هنتعلمه. وطبعا موجود فيه طبعا كونتاكت اس لو انتوا حابين يعني تتواصلوا معانا من خلال انستجرام او ايميل لو عندكم اي اسئله. متحمسين جدا نعرف رايكم. وبالنسبه للناس اللي على اليوتيوب احنا مكملين زي ما احنا لسه عندنا حاجات كتير نشتغل عليها على اليوتيوب وهنفضل مكملين عليها. فاشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجديد.